هذا بالنسبة للموضوع الأول اللي حكينا فيه على النادي الأفريقي. الموضوع الثاني نوعا ما في كرة القدم وماهوش في كرة القدم. كنا شفنا الصورة اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة يعني حلول العيدوني ونعيم السليتي، زوج جوارات معروفين في المنتخب الوطني، زوج جوارات محبوبين لدى الجماهير التونسية، حلولهم بتونس والمشاركة في تربص المنتخب للقائي ليبيريا وكذلك لقائي يعني ملاوي، ليبيريا وملاوي. وشفنا كيفاش اللاعبين لابسين عادي جدا، معناها رداء مناسب، رداء جلب الأنظار، جلب أنظار الناس اللي عندها مخاخ في الكوتي الإيجابي، معناها محلاه، معناها نور على نور، زادهم وقار اللبس هذاك. أنا اللي جلب انتباهي الناس اللي تعتبر روحها من الفئة المثقفة في البلاد. أنا ما نحبش نذكر الأسماء خاطر فما صحفيين، فما كتاب، فما ممثلين اللي هذه قالت لباس، ما نحبش أنه نذكر الكلمة باش ما يتحذفش الفيديو، قالت أنه فما مثلا هذه ماهيش من الطبع التونسي، اشبيهم لابسين هكا، وبدينا نعطيو في كونسيبت متاع ترهيب في الدين الإسلامي. شوف، هؤلاء هم حثالة المجتمع، هؤلاء اللي يقولوا احنا من النخبة المثقفة في المجتمع هم حثالة المجتمع. بالوقت نتأكدوا انه فما، سامحوني في الكلمة، عناصر دخيلة على المجتمع، عناصر تحب تشكك الشعب التونسي في إسلامه، في إرزانته، في حبه للدين متاعه. صحيح، مما لا شك فيه، ما ننكروش انه فما عباد ضالة وخارجة على الدين وعاملتهم الكل، ما لا شك فيه، عادي جدا، ان شاء الله ربي يهديهم وكذا. وديما راهو التونسي عنده كالطبع متاع صحيح انا غلطت في الدنيا متاعي وكذا، اما لازم يجي وقت ونتصلح، لازم يجي الوقت ونرجع لربي. عنده الوازع الديني التونسي بطبيعته، عنده حاجة اسمها الضمير ديما يأنبه، عنده حاجة يحب يرجع لربي. لكن فما فئة ساعات وكأنها بألسنتها وإلا بأقلامها تحارب في حاجة اسمها الدين الإسلامي. هؤلاء ناس يحضروا في جنازات، يعني الجنازة هزتها نسوين مثالش، عادي جدا، عادي جدا، ما نحكوا على الموضوع لا حد شيء، عادي جدا. الجنازة فهز النسوين تغني وتصدح بالأغاني والموسيقى، عادي جدا، عادي جدا. هذيك ما يتكلموش عليها، ما يقولوش، ما ينددوش بها، عادي جدا، فهمتني. ناس تعفس في القبورات في نساوين ومخلطة في بعضها وداخلة بعضها في جنازة الهداوي، عادي جدا، هذاك ما نحكوش عليه، عادي جدا. اما زوز جوارات جايين هكا، شنية اللبسة متاعهم، اشفاها من بروبليم اللبسة متاعهم، اشفاها من عيب اللبسة متاعهم، ولا الانسان اللي يظهر عليه الوقار وشوية هكا احتشام وكذا، ولا منبوذ يا ابو قلب. يعني شنية هالمنتاليتي هذه التعبة؟ اش بيكم تحبوا معناها يعني راهو الشعب التونسي راهو فايق بيكم، والله صدقني فايقين بيكم وفايقين بأعمالكم وفايقين بكل سمومكم. والله فما فئة من الشعب التونسي وفئة تحب غيورة على دينها
وفما شباب غيورين مازالوا. صحيح احنا نقولوا انه فما فئة طلعت معناها ضالة من التيك توك، من شباب التيك توك والانستغرام، لكن فما شباب يحب الدين متاعه، يحب بلاده، والشباب هذايا مازال موجود، ومع عمركم ما تنجموا تستقوا عليه. هذا التفكير متاع الجوقة متاع النخب هذه اللي كل مرة هاو سمير الوافي أو ما نعرفش أنا شنية أو بن حسين أو كذا. هؤلاء الناس هؤلاء حثالة المجتمع. أنا نقولها ونعاودها، هؤلاء حثالة المجتمع. وإذا ما تحاسبوش في الدنيا تو يتحاسبوا في الآخر، على خاطر أنت قاعد تتمنيك على الدين، عامل روحك معناها جايبها معناها يعني معلم وتفهم في الدين. شكون انت تبالك شي كان تسأله على الصلوات الخمس ما يعرفش؟ باهي هو خايف على الدين وخايف على شبابنا من الترهيب والضلال والدخول نحو النفق المظلم والأسود من الدين وكذا. انت كان تسأله قديش عنده، قديش فيها صلاة العشاء من ركعة ما يدريش عليها. كان تسأله صلاة الصبح قديش، هو ينوض صلاة الصبح، هو من أصله ينوض ويصلىها أبدا. هؤلاء الناس في شهر رمضان، في عز التقوى والوازع الديني والشياطين المصفدة. الشياطين مصفدة صحيح، ولكن لا تنسى يا صديقي هناك شياطين الإنس اللي مازالوا ينخروا في فئة معينة من الشعب التونسي. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق، كل الدعم، وكل المساندة للاعب العيدوني واللاعب شو اسمه هو واللاعب السليتي. وتحية لكل من هو مازال متشبث بالدين الإسلامي، وتحية لكل من يدافع على الدين الإسلامي، وتحية لكل من اللي كتب واللي دعم واللي اعطاه حتى واستطاع بكلمة الحق في الدين الإسلامي. إن شاء الله ربي يوفقه، وإن شاء الله ربي يعطيه ما يتمنى، وإن شاء الله ربي يوفق المنتخب، ونتمنى له الخير إن شاء الله، ويتمكن إنه يفوز في المباراتين ويحسم التأهل فرد المرة. وتحية للاعبين إن شاء الله، وإن شاء الله ربي يوفقهم. وبئسا وكل البؤس لهؤلاء الضالين.